تقدر تعمل 10 سكواد وممكن 20 لو حاسس انك قوي، بس كل ما تحاول تزود وتوصل لل50 تقف. كل يوم تتحمس، تتعب، تشد على نفسك وبرضه ولا حاجة بتتغير. خدك تولع وركبك تتقل ونفسك تتقطع وعقلك يصرخ ليه مش بتتحسن. خليني اقولك الصراحة، المشكلة مش في رجليك، المشكلة في طريقتك انت يا صاحبي. ويوم ما تفهم النقطة دي هتبص على السكواد بنظرة مختلفة تماما. وده مش تحدي سكواد 30 يوم، الحاجات دي مش بتوصل ولا بتبني اي حاجة. دي نفس الفكرة اللي بيستخدمها الناس المحترفة، اللي بتنقل نفسها من قوة عادية لقوة حقيقية وسيطرة كاملة. انا بسمي الطريقة دي سلم سكواد، ولو جربتها هتفتكرني وتقول والله فرقت معايا. 99% من الناس اللي بتبدأ كده تسيب بعد ايام. ليه؟ لان الطريقة دي بتطلع ضعفك بسرعة، بتطلعك بره منطقة الراحة وتدخلك في المنطقة اللي رجليك فيها بتصرخ كفاية. لكن هنا بيبدأ التطور الحقيقي، التطور اللي اغلب الناس عمرها ما توصل له. شوف اغلب الناس بتتمرن ازاي، سكوات عادي، مجموعات ثابتة، بتحس انك اتمرنت لكن الحقيقة انت بس بتعيد نفس الجهد. وال50 سكواد عمرها ما هتيجي كده. السر يا صاحبي مجموعات اقل وتعب اعمق، كل مجموعة تنزل بيها لحد الفشل الحقيقي، النقطة اللي رجليك ما تشيلكش. ساعتها جسمك يتعلم ويبدأ يبني قوة صح. طريقة ببساطة، ابدأ بأصعب سكواد تقدر تعمله، زي سكوات البطيء او سكواد مع وقفة. انزل لحد ما تقع ومن غير راحة. سكوات عادي وكمل لحد الفشل، وبعدين سكواد نصي وبرضه لحد الفشل، وفي الاخر سكواد بمساعدة انك تمسك كرسي. اعصر كل عدة لحد ما فعلا ما تقدرش تقف. ده سلم واحد، اعمله مرتين او 3 لمدة 3 ايام في الاسبوع، وبتشوف نفسك تطلع من 15 سكواد ل 40 وبعدين 70 ومع الوقت اكتر. الطريقة دي بتشتغل علشان بتدرب القوة والتحمل والتحكم في نفس الوقت. انت مش بس بتعمل سكواد، انت بتعلم جسمك يشيل نفسه ويتحرك صح. وده هو التطور الحقيقي، مش استعراض، شغل فعلي. ولو حسيت ان الكلام ده فادك اعمل لايك واشترك وابعت الفيديو لحد دايما بيقول رجلي ضعيفة، وخليه يعرف ان قوة الرجلين ممكن، بس مش بنفس الطريقة اللي الكل ماشي بيها. اشترك في القناة لان بجد القناة دي هتفيدك. مع السلامة يا شباب.